صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده ابدا لكم اليوم كده بكل تفاصيله. كنت عندي شويه حاجات كده عايزه اعملهم. اول حاجه فطرت وديت يوسف الحضانه، وبعد كده يعني جبت طعميه وكان نفسي فيها يعني. بس انا يعني لوحدي بس اللي هفطر، فعشان كده ما جبتش كتير. وكان عندي بابا الله يديه الصحة يا رب اللهم امين، كان جايب لي شوية طماطم بقالهم فترة، ومكنتش فاضية ان انا بصراحة اعملهم يعني. فقلت بقى لا، قبل ادم صاحية من بدري ومش هرجع انام تاني. لو نمت ورجعت وقمت هلاقي اليوم كله ضاع. لما سبتها بقى كذا يوم يعني بره التلاجة وكده، كنت سايباهم في المطبخ بصراحة في الأرض، فباظ منهم كتير حوالي يجي 2 كيلو. فطبعا بدأت ان انا احوش اللي هي ايه البايظين كده على جنب، عشان ابدأ. الاخ محمد بصوا طول ما شايفني انا بعمل اي حاجة بيصحى معايا، لازم يصحى كده يشاركني اليوم. بحوش العنج اللي هو الاخضر بس، وهسيبها كده زي ما هي ايه، هسلقها سليمة. عارفين اللي هي الصلصة اللي هي بتبقى بتاعة الافراح دي او بتاعة المطاعم او الكلام ده كله، احنا هنعمل ان شاء الله زيها دلوقتي. بصراحة بتسهل عليكي كتير جدا، يعني بكون هعمل اي اكل بستسهل كده واطلع الكيس على طول على الاكل يعني، ولا بقى تستني ان انت تضربي طماطم ولا مش عارفه ايه. لا، ده بتطلعيه يعني من قبل ما تكوني مثلا فكرت في الاكل اللي هتعمليه، وتطلعيه فوق وتشتغلي بيه على طول. بصراحة حلوة جدا، وبتسهل في نفس الوقت عليا وقت كتير. شوفوا شايفين محمد جاي بص تحت رجلي اهو. كل ما اطلع بره عند اللعب طول ما هو شايفني بعمل حاجه يقف تحت رجلي ويفضل يعيط عليا، ما يبقاش عايز يسيبني. بصراحه الفتره دي بقى متعلق بيا جامد، ومش عايز يسيبني، وتحس ان هو كده مش مولف على حد. هنحوش كل الجزء اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو اللي مش كويس مثلا، اللي هي الحته اللي هي الخضرة دي. هعمل كل كميه الطماطم بنفس الطريقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبعد كده ان شاء الله نرفعها على النار. الطماطم حاليا يعني انا في الفتره اللي انا كنت عامله فيها الفيديو دي كانت الطماطم حوالي ب30 جنيه، دلوقتي نزلت الحمد لله وبقت ب12 ونص. واكيد الفتره الجايه يعني هترخص اكتر، فاستغلوا الفرصه وهاتوا وخزنوها وخلوها يعني علشان اللهم صل على سيدنا محمد تسهل عليكم. ان احنا بصراحة في الشتاء مش ببقى حابة احط ايديا كتير في المية، بس طبعا شغل البيت ما بيخلص من حططان اصلا ايدك في المية. كل ثانية الا ثانية انا قعدت حوالي ساعتين في شوية الطماطم دولت بسبب الاستاذ محمد. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة اللهم امين. بصوا كل الكمية دي طلعت منها بايظة، ان انا طبعا سبتها كذا يوم في الارض في المطبخ زي ما قلت لكم، ما عملتهاش، ما كنتش فاضيه خالص بصراحه ان انا اعملها، فكل ده يترمى في الزباله. طلعت اللي كل السليم كله، ولو سبتها يوم تاني كانوا كلهم باظوا خالص. بس كده بدأت ان انا حشتهم. شايفين اهو طلعت الكميه الحلوه دي ما شاء الله. بعد كده بدأت ان انا بقى ايه، لازم تكون حلة ناشفة اللي هسلك فيها، يعني هسيبها تنشف بص، واحس كده اسمع صوت الطشة بتاعة الحلة وانا برمي فيها الطماطم. ما شاء الله خدت اكبر حلة في الطاجن. بس بقى هشغل النار عليها عالية على اكبر عين واسيبها عادي، هي ولا مش هنحط مية عليها ولا اي حاجة، هي هتنزل ميتها. وكان عندي سمنة بلدي كنت برضو عايزة اسيحه بالمرة، هوطي برضو عليه النار خالص، وابدأ ان انا اقلب فيه لغاية ما الريم ده ينزل كده تحت، وتحسوا ان هو ايه استوى بقى تمام. بصوا
ولا نحط اي مية خالص فيها. بدأت السمنة خلاص، بدأت اللي هي ايه، بس اهم حاجة تكون على نار واطية. شايفين بقى هبدأ ان انا اقلبها، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان اللي تحت هيستوي اسرع، عشان يبقى كلهم بس بنفس السوا. جبت المعلقة اللي هي المخرمة دي، علشان اللهم صل على سيدنا محمد، يعني مرفعش المية وكده. هي طبعا بتنزل المية اللي فيها، اللي هي المية الزاعجة والزعجان اللي فيها. بصوا بس كده السمنة ما شاء الله كانت استوت وزي الفل. شايفين صفت ازاي؟ كل الريم طبعا اللي كان على الوش نزل تحت وخلاص. والطماطم اهي برضو شايفين نزلت طبعا احنا محطناش اي مية خالص. والقشرة بتاعت الطماطم نفسها مع السليق طلعت. شايفين القشر بتاعها طلع ازاي؟ هسيبها بقى تبرد، وبعدين بعد ما تبرد نضربها في الخلاط، عشان ما ينفعش طبعا وهي سخنة تتضرب، هتبوظ الخلاط. فبسيبها حوالي ساعتين مثلا 3، هي ما بتاخدش وقت كتير. وبالمعلقة اللي هي متخرمة دي، وبرفع بيها عشان بس ما اخدش المية اللي هي الزعجة دي ان المية الزعجة بتاعت الطماطم دي ما تخليش الطماطم بتاعتي زعجة. يعني بصفيها من المية، وبعدين بنزل بيها ايه في الكبة، في الخلاط، في اي حاجة. الحاجة الكبيرة عند الناحية، شايفين الناحية التانية بتاعت الخلاط صغيرة، فالكبة بصراحة يعني على مرتين كنت خلصت كل الكمية اللي معايا. بصوا يعني ما اخدتش بصراحة ما شاء الله، يعني حلوة جدا. بص اللهم صل على سيدنا محمد. في الضرب كمان ما بتاخدش، يعني بتتضرب على طول وحلوة. بتوفر عليا وقت كتير جدا لو انت موظفة، او صراحة مسؤوليات البيت كده ما بتخلص، فاي حاجة بنلاقيها بتسهل علينا بنعملها. اي حاجة نقدر نجهزها وتبقى على التسوية على طول مفروض نعملها. اي حاجة تسهل علينا يعني نحاول ان احنا نعملها على طول. بصراحة اي حاجة بلاقيها عايزة تتجهز وتتشيل بتبقى حلوة. بصوا اخر هما اتعملوا على مرتين بس في الكبة طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. لما اتسلقوا تحسهم كش شوية كده او صغروا شوية. ملوا بصراحة الطبق. ريحة الصلصة كانت جميلة والله العظيم تحفة. نحط بس شوية احوش الخلاط بس اهم حاجة كده من مكانه. الست الشاطرة بعد ما تعمل اي عصير او اي حاجة كده تروح مسحاه على طول، وتروح مدخلاه في الرف في مكانه، عشان ما يبقاش زحم لها، متبقاش كل المطبخ كده زحمة. شايفين المية ما استخدمتش منها اي حاجة، المية دي اللي طلعت من الطماطم. وشايفين الصلصة ما شاء الله تجيلة ازاي، حلوة جدا. انا ما زودتهاش اي مية خالص. عصرت كده الطماطم. اللهم صل على سيدنا محمد. عصرت الطماطم كده من غير ميه. كنت عايزه احطها في الكوبايه يعني واكيس، وهي محطوطه في الكوبايه. طبعا الكيس طلع صغير، فبدات ان انا امسك كده الكيس وبايدي، يعني اعبي يعني والكيس في ايدي بدل ما احطه في الكوبايه. لو كانت الكياس اكبر شويه كنت هحطه يعني في الكوبايه كده وابدا ان انا اعبي، كان صراحه هيبقى اسهل. بس صراحه كانش عندي غير المقاسات دي من الاكياس. كنت جايباها يعني لما بعمل فول او لما بيبقى عندي لبن كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. بحطه يعني فيها، فما كنت جايبه اكياس كبيره بصراحه للصلصه. بس صراحه برضو حلوه المقاسات دي، يعني على قد الاكله مثلا اللي انا هعملها المقاس ده كويس مناسب يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هعبيهم طبعا كلهم على قد المقاس اللي انت عايزاه، يعني عايزه اقل من كده، عايزه كتير، على قد الطبخه. ما تحطيش كتير عشان ما يفضش ويبوظ. بصوا شايفين بيتكب مني ازاي، بهدل لي ساعتها الدنيا. يعني لو في كوبايه بقولك بيسهل، كان عايز اكياس اكبر شويه. كل شويه اغسل ايدي، يعني بعد ما اعمل الكيس اروح غسله ايدي واجي اطلع كيس تاني اغسل ايدي لغايه ما خلصتهم كله. شايفين ما شاء الله
عمل كمية حلوة، عمل كل الاكياس دي. يا رب يحسن ما بين ايدك، اللهم امين يا رب العالمين.